بس يا سيدي طبعا الناس يعني قالوا ان هم عجبهم الحلقة اللي فاتت، عايزين حلقات تانية. قلت يلا بلاش نحرم الشعب من اللي هم عايزينه، يلا نعمل لهم حاجة جديدة. الحلقة دي مش هعمل مقارنة ما بين حاجة، المرة دي هنتكلم فيها عن حاجة جديدة لسه نازلة السوق، وده اللي هنعمله في حلقات قادمة. كل ما ينزل منتج جديد هنعمل كويك ريفيو عليه، بس مش اي ريفيو. كادبري مع اوريو الاثنين قرروا يعملوا منتج مع بعض. انا طبعا اول ما شفته انا افتكرت ان هو بصراحه حاجه اجنبيه. اول مره شفته دخلت اون ذا رن، لقيته اون ذا رف على طول، فرحت قلت لا ده انا لازم اجيبه. لقيته ب7 جنيه، معرفش ليه، مع ان هي بتاع صغيره كده وخلاص. بعد كده لقيتها في اماكن تانية بتتباع ب5 جنيه. النهارده احنا هنعمل التقييم على 3 محاور. انا فهمتكم المره اللي فاتت اهميه الماده الصلبه والماده المزحلقه، وان بتوين بقى. يعني انا دايما كده، حتى في تشوكلتس لما باجي اجربها ممكن الشوكليت ما تعجبنيش في الحاله الصلبه بتاعتها، ابتدي اعمل لها اختبارات اخرى. يعني مثلا فاكرين الشوكليت اللي اسمها كادبوري بابل؟ كل ما كنت اكلها كنت احس كده في بقي بحاجه وشويه فراغات كده، تحس ان انا قاعد بقى ماسك البتاع اللي هو البلاستيك اللي بنقعد ندوس عليه نفرقع ده، بس كنت بعمله في الشوكولاته في بقي، فما كانش عامل لي يعني عامل لي حنبلوز كده في الدماغ يعني بصراحه. يعني فالمهم لا مؤاخذه الشنب بس عشان مره حطيتها في الفريزر ونسيتها، فجربت طلعتها اكلتها وهي من الفريزر، كانت حاجه اختراع وهم، حاجه كده يعني. يعني مش بتلوز، لا مش بتلوز، انا عارفك عايز تقول بتلوز، لا حاجه كده ديستاتيفو. يعني لقيتها ايه، بتقرمش، وتقريبا الماده العجيبه اللي هي فيه دي عامله لك كريسب كده، تحس ان هو زي الكريسب بتاع البونبوني كده، بس على خفيف قوي مع الشوكليت رهيبه بقى. يعني جربوها البابلز ديت، ممكن ابقى اعملها لكم في حلقه لوحديها، بس اعملها لكم. ما انا قلت خلاص ظريفه يعني، هتلاقيها يعني هتعجبكم. اي شوكليت لازم اعدي على المراحل بتاعتها. في مرحله اللي هي مرحله الفريزر، مرحله الثلاجه، وفي مرحله الجو العادي بتاعنا الملحوس. عشان كده النهارده هنعمل ريفيو على ال3 محاور دي. بس قبل ما نعمل الريفيو، لما بصيت اول مره على الغلاف بتاعها، يعني نشوف كده مع بعض، هتلاقوا الشكل عباره عن ايه، كوبايه من الشوكليت فيها لبن والاوريو نازله فيه تغمز. اول حاجه جت في بالي ان انا هفتح جوه هبص ايه ده، هلاقي بقى ايه بتاع على شكل كوبايه شوكولاته وجواها حليب، لكن هو لا شكلها ولا نيله. يعني انا لو جبت لك كوبايه شوكولاته وجواها حليب مش هدلق الحليب واكل الكوبايه، يعني ازاي ما تجي فما تمشيش معايا بصراحه. انا ما بحبش انا الحليب انا يا عم انت. نيجي نتكلم مثلا عن الديزاين الجميل اللي هو مقسوم نصين، يعني تعالوا نقسم البلد نصين. هم عملوا تعاون مشترك ما بينهم وما بين بعض، فجابوا واحد ديزاينر من سنة يعني 2001. كان اي حد يجي يعمل لك كيرفايه كده في الديزاين بتاعه. خلاص بقى شغل الموجة ده انتهى بقاله 20 سنة، حرام عليكم يعني يا كادبري يا اوريو. مع ان انت ده ابن مين فيكم ده؟ انا لغايه دلوقتي مش عارف احدد. يعني هو انت ما اديتلوش اسم وفي نفس الوقت يعني اسم الاثنين. طيب ماشي نعديها. بس الموجة دي بصراحة بتفكرني بالمطربة نجاة. يعني كان في أغنية كده بتغنيها وماسكين ملايات كده قاعدين بينشروا ولا بينفضوا، مش عارف كان ساعتها ليلة العيد مش عارف. بحلم معاك بسفينة وبنين ترسينا لا 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 ايه ده؟ لا مؤاخذة. حاسس ان لسان حال الشوكليت دي بتقول لي فلماذا تهتموا بشكلي ولا تدرك عقلي؟ هنشوف، هندوق دلوقتي. اذا طلع ان فعلا عقلها كويس ساعتها مش هتحطنا في الفريند زون وتقول لنا كون صديق. لماذا تهتم بشكلي ولا تدرك عقلي كن صديقي؟ صح ولا ايه؟ تعالوا نجرب مع بعض ونشوف. اول شوكليت هنفتحها اللي هي في الجو العادي، اللي هي هتبقى سايحه نايحه كده يعني. فتح منين دي؟ نشوف بقى طبعا هي عامله ازاي. بص عاملين ديزاين بيلوز، ديزاين بصراحه بيلوز. عاملين نفس ديزاين دوت الاز ده شكلها. كنت فاكر انا اول ما هفتحها هلاقي ايه، شوكليت عاديه بس مخلوطه بقطع الاوريو، لكن فوجئت ان هي من جوه عامله كده. نبص كده مع بعض. بتبقى جواها الكريمه البيضه اللي هي بتاعه الاوريو العاديه مع قطع من الاوريو. الاكتر هي الكريمه اللي جوه مش قطع الاوريو نفسها. فلما نيجي ندوقها القطع ديت، ثواني كده، ثواني كرانش. الله، لا لا بس ما مش كفايه، مش كفايه. مرحله الماده المزحلقه مع هذا الكرانش وشي خيال يا ناس. هنجرب تاني، نجيب اللي في التلاجة. هاتولي الولد من التلاجة. جبنا اللي هي كانت في التلاجة. طبعا ايه، قطمت مع الواحد.
ولا زي ما قلت لكم يعني حسب حالتك النفسيه. يعني انت مثلا حالتك النفسيه ايه، تحس ان انت كده ايه، حزين، عايز تغطس في الشوكولاته، اغطس في السايحه. تحس ان انت ايه، قاعد بتتفرج كده على الماتش محتاج حاجه ايه تقرشها، خد ابو تلاجه. الله، نخش بقى على الجامد. يا ولد دخلوا الفريزر. بصوا الكلام ده، مصمطه مدمجه. رهيبه برضو، ليها المود بتاعها، خصوصا بقى ايه لو بتاكلها مع ايس كريم، تروح مكسرها تك 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 كده وعلى الوش، فتحشية. تقييم النهائي للشوكولات، الشوكولات في الثلاث مراحل عدت الاختبار بصوره جيده جدا، كواليتي عاليه جدا. نتمنى تكون مش بس الكواليتي اللي هي نزول اول المنتج، عارفين الحركات اللي بتعملوها دي، يعني يروح لك خصم 25% وتلاقي الحته ال 25% المعموله دي اصلا حته فاضيه. الحركات دي عارفينها. هقول انها ورث ال 5 جنيه مش ال 7 جنيه. جربوها قولوا لي رايكم فيها. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، شير. لو في برودكت جديد نازل السوق قولوا لي عليه، هجيبه على طول، هجربه، هدخل خسرين حاجه. لو في حاجه عايزين برضه تبعتوها اكلها ابعت، مفيش مشكله، بس الحاجات اللي تبعتوها لازم تكون فود مظبوط. باي باي.